السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي فرحان ودي أختي سعيدة. بنهنيكم برمضان ونتمنى لكم أوقات سعيدة. أهلا وسهلا بكم في مواضيع فرحان وسعيدة، ويا رب تكون ليكم نافعة ومفيدة. سعيدة، أنا فرحان. ما أنا عارفة يا أخويا إنك فرحان. لا ذكية يا بت، قصدي فرحان يعني مبسوط وسعيد. ربنا يجعلك فرحان وسعيد على طول يا أخويا. لكن إيه اللي مخليك فرحان كده؟ عشان بكرة رمضان. كل سنة وانت طيبة. وانت طيب يا رب، والسنة الجاية تكون معاك بنت الحلال اللي تريحني منك يا رب، بدل ما انت طول الوقت مزهقني. سعيدة، اعملي لي ناكل. سعيدة، اعملي لي شاي. سعيدة، اغسلي لي الطقم كذا. سعيدة، اهرشي لي في راسي. مخليني طول اليوم عاملة زي النحلة، ما قعداش على حيلي. طب ما انتي كمان يا ناصحة، لما تروحي من وشي وتبقي في بيت المحروس جوزك، برضه هتعملي كل دول واكتر، وكمان هيبقى في عيال ودوشة وحما مطلعة عينك. هتبقي عاملة زي النحلة المخووتة، ولا هناك حلو وهنا وحش. على رأي المثل، قال يا بيت أبويا ما لقيت لك حيل، يا بيت جوزي قمت لك من الليل. لا يا فالح، انت اخويا حبيبي وسندي وكل حاجة، بس الوحدة فينا لما تقدر اللي وراها اقل كلمة حلوة تتقاللها تنسيها كل التعب اللي تعبته، وتحسسها ان في تقدير للحاجة اللي بتعملها حتى وان كانت بسيطة. كلمة شكرا او تسلم ايدك او الاكل كان حلو النهارده كفيلة تسعد اي وحدة. وانت ما شاء الله عليك عمرك ما قلت لي ولا حاجة من دول. وبعدين هناك هيبقى بيتي وجوزي شريك حياتي، هنخليه يطبخ معايا ويغسل المواعين. المواعين، فكرتني بالمواعين. بكرة أول رمضان والمواعين هتكتر، يا رب المواعين تموت. استنونا بكرة في نفس الميعاد في موضوع جديد. نشوفكم على خير.